بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة يا رب العالمين. عاملين ايه؟ عاملين بانيه. طب النهارده هنعمل ايه بجد؟ هنعمل بانيه. طب الفرختين دول من الفراخ اللي احنا نضفناهم معاكم قبل كده، وخلاص الفرختين اهمت، وفرخة حمرناها معاكم مع صينية البطاطس اللي عملناها امبارح، والبانيه ده من صدر الفرخة اللي احنا شلناها من الفرخة اللي قدامكم دي. هنا عايزة تاكلي أحلى بانيه وأنضف بانيه اللي انت بتعمليه في البيت. جيبي الفرخة، عينيها، و على كمان فرخة كمان، واستفيدي بالصدر بتاعها هتعملي أحلى بانيه. طبعا الأجنحة طبعا مع البانيه طبعا بتبقى جميلة جدا زي كنتاكي بالظبط. والله العظيم وأحلى من كنتاكي. نظافة البيت مفيش لا يعلى عليها يا جماعة، وأكل البيت لا يعلى عليه. تم مظبطة حاجتك وبهاراتك والطريقة، هتاكلي أحلى بانيه. وبلاش أكل برّه. طبعًا هنا شُفتِ قطعة البانيه طالعة متماسكة وجميلة، حسب ما أنتِ بقى عايزة حجمها. عايزاها تخينة شوية، ممكن تتخنّيها شوية حسب تقطيعتِك أنتِ، وحسب ما أنتم بتحبوا تاكلوها. تقطيعة جميلة، وهيرمي معاكِ ما شاء الله، هيرمي معاكِ يعني كمية حلوة، وهتستفادي بباقية الفرخة. وأنتِ دلوقتي إحنا في غلا، وطبعًا الاقتصاد في الحاجة ده يعني دوّة يعني المفروض نمشي بيه اليومين اللي إحنا فيهم دول يا جماعة. طب هنا هنعمل إيه؟ قطّعنا البانيه أهو، كانت دلوقتي الكمية كلّها اتقطّعت أهيّة. آمم دي الكمية معايا كلّها، ما شاء الله تعمل معاكِ كمية حلوة، حتى لو صدر صغير هيعمل برضه معاكِ كمية كويسة. هنا هنحط خَل هنحط خل ونحط البهارات بتاعتنا، وهنحط هنا شطة، وهنحط فلفل أسمر وكمون وملح. هنجيب بقى الخلاط بتاعنا، هنجيب الخلاط بتاعنا، وهننزل بيه هنعمل الخلطة بتاعة البانيه دلوقتي. البانيه عندنا احنا طبعا في الفيديوهات بتاعتنا بننقل لكم تجربتين، او للأكلة ممكن تشوفوا طريقتين للأكلة الواحدة، لأن طبعا اللي احنا شقيقتين، فاحنا بنحب ننقل لكم تجربتين عشان تستفيدوا. اللي مش حابب كده يستفيد بالطريقة دي، واللي مش حابب الطريقة التانية يستفيد بالطريقة اللي احنا هنشوفها النهاردة. وإن شاء الله نبقى ننقل لكم طريقة تانية في عمل البانيه بإذن الله، وفي طريقة تالتة اللي عمل البانيه بدون ولا بيضة. هنا هننزل بطماطماية وبصلاية، وهننزل بالبيضة بتاعتنا، وهننزل بالدقيق بتاعنا وشوية مية، وهنحط البهارات بتاعنا وعصرة ليمونة. البهارات بتاعتنا 7 بهارات، أو أي بهارات متاحة عندك، بس توصي بالفلفل الأسمر في البانيه. ويا سلام بقى لو قرفة يبقى خليها جميلة جدا. ده لو ما عندكيش ال7 بهارات. طب هنا عصرنا ليمونة، وهننزل بالدقيق بتاعنا، وهننزل بالبهارات بتاعتنا. طبعا هظبط الملح بتاعي. لو انتي عايزة البانيه شارب من التتبيلة تمام التمام، اعمليه من بالليل، ويا ريت عشان تظبطي الملح بتاعه وتشوفي حاجتك ومقاديرك. والبانيه كل ما يقعد في التتبيلة كل ما يبقى جميل جدا. هننزل بالسبع بهارات بتاعتنا، وهننزل بالملح بتاعنا، وهنظبط كل حاجة بتاعتنا يا جماعة، وكل حاجة تبقى مظبوطة. وهنضرب دلوقتي كل حاجة في الخلاط. طبعًا الكمية بتاعتِك بعد ما قليتيها حسيتِ إن هي كتير ومش هتقدري تعمليها كلها النهارده، لأ خلاص، كيس علبة، وبين كل طبقة وطبقة، كل رصة ورصة اعملي كيس تلاجة، وحطي العلبة دي في التلاجة. البانيه برضه كل ما يقعد في الفريزر كل ما يبقى تحفة، وكأنِك لسه عاملاه دلوقتي. ما شاء الله يعني البانيه بيثبت حلاوته حتى لمّا بيقعد في الفريزر بيطلع أحلى من لمّا تكوني لسه عاملاه كمان. الطريقة دي جميلة وسريعة لأي ست بتشتغل، أو أنتِ استعجلتِ أو أنتِ اتأخرتِ على على عمايل الفطار. الطريقة دي سريعة جدًا، مش محتاجة منِّك برضه أواني كتير ولا أي حاجة. طب هنا خلطنا كل حاجة مع بعضها، حطينا 7 بهارات، حطينا طماطماية، فلفل أسمر، كمون، بصلاية، عصرة ليمونة، الدقيق بتاعنا، بيضاية، وخلاص كده إيه، هنخلط كل حاجة مع بعضها، وهننزل بيهم على البانيه.
كل حاجة يعني إيه يعني ضربناها كويس أهو، وهننزل بيها على البانيه بتاعنا. البانيه بتاعنا حطينا عليه فلفل أسمر وكمون وسبع بهارات وشطة عشان هما بيحبوه مشطشط. الطريقة دي بتخلي التتبيلة معاكي متماسكة وهشة، وانتي بتطلعي القطعة من التتبيلة دي تحطيها بتعفريها بالدقيق والفيجيتار أو البقسماط، بيخليها متماسكة، مش محتاجة تردها تاني. الطريقة دي زي كنتاكي بالظبط وأحلى من كنتاكي والله. سيبها بقى مع نفسها شوية على ما تعملي التسبيكة بتاعة المكرونة. هنا حطينا فلفل أحمر وفي الزيت هياخد تشويحة، وننزل بالطماطم بتاعتنا. نزلنا بالدقيق بتاعنا وبقسماط وفيجيتار. عايزة تحطي فيجيتار متواجد عندك فيجيتار بس استعمليه، متواجد عندك بقسماط بس استعمليه. اي حاجة متواجدة عندك استعمليها، ما تعطليش نفسك. بس الخطوة الأساسية الدقيق. الدقيق مع الخلطة اللي عندك ومشي نفسك يا ست الكل، هتلاقي أحلى خلطة وأحلى طعم إن شاء الله. هنطلع بقى بقطع البانيه وننزل بيها في الخلطة بتاعتنا دي. هنا هنحط الطماطم، هنا الفلفل مع الزيت خد تشويحة، وهننزل بالطماطم بتاعتنا ونسيبها تعيش مع نفسها لحد ما تتسبك. دي أحب أكلة للوطن العربي وغير الوطن العربي، دي أحب أكلة للدنيا كلها وأخف أكلة. طب هنا كانت الأكلة زمان دي كانت اقتصادية، بس دلوقتي ما ينفعش نقول عليها اقتصادية أبدا أبدا أبدا. هننزل دلوقتي هنخلط كل حاجة مع بعض، وهننزل بقطع البانيه. هنا التركاية في الخطوة دي ان انت لازم تتكي على القطعة عشان كل حاجة تتماسك مع بعضها. هنا طبعا حاطين في الخلطة اللي انتوا شايفينها دي البانيه منقوع فيها دقيق وبيضة وطماطماية وبصلاية وشوية مية، واخلطوا كل حاجة مع بعض. لو انت عندك كبة استغني عن المية، وممكن تحطي شيشاء مية بسيط. لازم تتكي على القطعة كده. ما شاء الله هيعملوا كمية جميلة جدا، وهيقضيكي ويفيد كمان، وممكن تسحري منه البانيه. البانيه موجود ده طبعا يا جماعة، ينفع سحور وينفع فطار وينفع غدا وينفع عشاء وينفع كل حاجة. هنا أهم حاجة الضغطة دي على قطعة البانيه عشان تطلع معاكي حلوة. ربي حاجة في البيت. احنا الفراخ دي والبانيه ده صنع بيتي 100%. والله ما فيش أحلى حاجة من حاجة البيت موفرة، حتى لو كانت غالية شوية عن حاجة بره، بس انت بتستعملي منها كذا حاجة. الفراخ دي ما شاء الله، يعني لو فرختين ثلاثة تستعملوهم في كذا حاجة باني، محمر مشمر، هتظبطي الدنيا بكام فرخة لو ربيتيهم في البيت. هنا حطينا فلفل أسمر كمون 7 بهارات، ومكعب الماجي بتاعنا بيديها طعامة يعني ما اقولكوش عاملة ازاي. مكرونة خفيفة، أكلة خفيفة، أكلة حبيبة يعني حبيبة الملايين الأكلة دي. شفتوا بقى، هتشوفوا دلوقتي الزيت بتاعك لازم يكون سخن جدا في أول ما تنزلي بالبانيه، وبعد كده تخليه على نار متوسطة. نزلنا بالبانيه بتاعنا اهو، مش هيفك منك في الزيت جميل. وتاني لو فاض معاكي بانيه والكمية كتير عليكي ومش عايزة تعملها دلوقتي، علبة، وبين كل طبقة وبين كل رصة ورصة كيس تلاجة، واقفلي العلبة يا ست الكل وحطها في الفريزر وطلعي اقلي على طول. لو انت عايزة تعملي البانيه وبرده وتعينيه لأي وقت تاني تكوني مستعجلة فيه، اعمليه وعينيه في الفريزر. البانيه كل بيثبت في كفاءته، كل ما تعينيه في الفريزر كل ما يحلو وكل ما يديكي طعم يعني خطير. هنا نزلنا بالتحمير بتاعنا اهو، وهنا كنا معلقين على المية بتاعة سلق المكرونة. ما نحط الزيت في سلق المكرونة، هو شوية ملح بس. وتنزلي طبعا تصفيهم، بتسلقيها نص سلقة أو 3/4 سلقة حسب المكرونة بتاعتك. استخدميها.
ويا ريت تجيبوا المكرونة اللي فيها عرق، لإن المكرونة اللي بتستوي بسرعة دي يعني ممكن تسيح عليها وتعجِّن منِّك وما تعجبكيش المكرونة. هنا كانت خلاص بقى أخدت التسبيكة وخدت ملحها وكل حاجة، وهننزل بالمكرونة بتاعتنا، وخلاص سهلة جدًا. سبِّكي تسبيكة عادية من غير أي حاجة، وانزلي بالمكرونة، خلاص كده خلصت. البانيه اعمليه كده، ولو أنتِ برضه عايزة تعمليه لشهر قدّام براحتك، عايزة تعملي مثلًا صدرين والّا حاجة أو كمية كبيرة، اعملي الطريقة دي وحطّيها في الفريزر وطلّعي حمّري. لو أنتِ مزنوقة مثلًا في الوقت والّا حاجة، خلاص يبقى أنتِ كده خلّصتِ فطار النهارده. النهارده عملنا عصير فراولة جنب الأكل والسلطة، وكانت يعني متهيأ لي أحلى أكلة من أول رمضان. كانت ما شاء الله جميلة، واستعملي الطريقة دي، وفي طريقة كمان إن شاء الله هنعملها لكم من غير البيض خالص، وهتدعي لنا لمّا تعرفيها، وإن شاء الله جميلة، جميلة جدًا، جدًا. ده كان الأكل بتاعنا النهارده. وما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة إن شاء الله عشان نكبر بيكم، ونفيدكم بكل جديد بإذن الله، ويا رب تكونوا استفدتوا مننا حتى لو بمعلومة بسيطة، ويا ريت نكون دايمًا خفاف على قلبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.